ازيكم يا حبايب قلب مولولي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جايالكوا بقى النهارده بروتين من عند ام يوسف. جت بالسلامة وعملت لنا احلى عزومة النهارده من عند ام يوسف. عامله لنا بقى طاجن تورلي وملوخيه ولحمه بشوربه. يلا تعالوا بقى، ايه مش عارفه اقول لكم، تعالوا كلوا معانا. احنا كنا وخلصنا اكل، بس فض اكل والله يا حبايب قلبي، فض اكل كتير، خير ربنا كتير. هنا بقى زي ما انتوا شايفين بقى، قلت لها لا انتي وقفتي، هي وقفت بصراحه، هي واختي التانية وقفوا، ايه عملوا لنا الغدا. يا دوبك احنا جينا اتغدينا لان كانت عزمنا كلنا، عزمه العيله كلها. فوقفت هي واختي جهزوا الغدا. اختي اللي ما بتحبش تتصور، اللي قلت لكم عليها قبل كده، وقفوا هما الاتنين بصراحه جهزوا لنا احلى غدا، كان احلى غدا. قلت لهم خلاص انتوا وقفتوا بقى جهزتوا الغدا، اقف انا ايه اغسل المواعين واوري بقى حبايب قلبي كده الروتين النهارده. طبعا مع بداية الفيديو مش عايزين ننسى التعليق اللي مولولي بتحبه، ان احنا ننزل نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. هتقولولي يا مولولي، هتقولولي يا مولولي إيه انت بتفضي ليه الاكل على بعضه؟ هقولكوا عشان حرام، ما ينفعش ان احنا نرمي الاكل. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ يعني ما فيش حد غريب واكل معانا، احنا بس اهل في بعضينا، يعني ما فيش حد غريب واكل معانا. فطبعا يعني ايه، كل واحد بيبقى واكل ايه الحاجة اللي قدامه. يعني مثلا لو حد حاطط رز على ملوخية قدامه بيبقى واكلها. إيه لو حد مثلا حاطط صلصة على الرز قدامه بيبقى واكلها. فكل ده بتبقى مثلا رز نضيف، بيبقى فايض ملوخية مش هينفع ان احنا نرميها. فايض لحمة بشوربة. فانا بعمل ايه بقى؟ وانا واقفة كده بقوم مفضية الرز النضيف في قلب حلة صغيرة، اكيد طبعا مش هنرجعه في نفس الحلة الكبيرة. بفضيه في حلة صغيرة مع بعض. والملوخية برضو بحطها على بعض. وطبعا عشان ما تبص يا حبايب قلبي منكم، لان طبعا بنبقى واكلين من الاكل، فعشان الحاجة ما تبص منكم لازم تدوها تسخينة على النار كده عشان ما تبص، يا اما تدخلوها التلاجة على طول. يعني بصراحة كان طاجن التورلي اللي هم عاملينه ده، الطاجن لغاية لما خلصنا اكل وهو كان لسه يعني ايه سخن. انتوا عارفين الاكل في الطواجن وكده ما بيبردش بسرعة. فطبعا سبته على البوتاجاز لغاية لما يبرد وهندخله التلاجة. الملوخية طبعا نقلتها في حلة صغيرة عشان الدنيا ما تبقاش مكركبة يعني على البوتاجاز وكده. فضيت الملوخية في حلة صغيرة، وطبعا لما امسح البوتاجاز هحط الملوخية على النار تاخد غلوة كده عشان ما تبص مننا يا حبايب قلبي. ودي طبعا ازاز فاضية، كل ده هيتحط في الحوض بقى. بصوا انا كومت المواعين كلها في قلب الحوض عشان اقف اغسل كده برواقين، زي ما عودتكم ان احنا عشان ما نحسش ان الدنيا مكركبة من حوالينا نوضب الدنيا قبل ما يعني قبل ما نقف ونشوف ورانا ايه. طبعا دول كانوا شوية مواعين هما كانوا سايبينهم يصفوا كده وهم واقفين بيعملوا الغدا. قلت برضو ايه ادخلهم الترابيزة عشان يعني قبل ما اقف واغسل انا المواعين وكده، عشان الاقي مكان اصفي عليها الحلل اللي هغسلها. لان طبعا عندنا حلة الرز وعندنا حلة الملوخية وحلة الشوربة برضو هنقلها في حلة صغيرة. فعندنا كذا حلة، فهنا كانت الترابيزة معنداني مش عارفة في ايه، بس برضو انا ايه شلت الحاجة هنا بقى. يعني بصوا الحركة دي والله العظيم يا حبايب قلبي صدقوني جربوها، هتلاقيها يعني بتحسسكوا ان انتوا الموضوع مش تقيل عليكم، فاهميني؟ هنا برضو ايه قلت برضو اعمل زي ما بعمل معاكم كل مرة، ان انا اشطف المواعين عشان ما احسش بالكركبة، لان طبعا كان الحوض مليان اطباق وكده. مكان الغدا بقى عزومة بقى، عزومة ربنا يخليها لنا كده يا رب، ويفضل بيتها دايما مفتوح ودايما بيتها عامر كده يا رب. وربنا يخليها لنا ويخلينا ليها ويخلينا لبعض، احنا كاخوات واهل وكده. ربنا يخلينا لبعض. ادعوا دعوة حلوة وقولوا لها بقى لو وصلتوا معانا لحد هنا، قول لها الحمد لله على السلامة يا ام يوسف، عشان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هي كانت مسافرة عند اهل جوزها وكده. بس فزي ما معوداكوا معايا يعني ان انا ايه لما تكون الدنيا مكركبة كده بحب ان انا اظبط الدنيا عشان ما احسش ان الموضوع تقيل عليا. صدقيني لو انت جربتي الموضوع ده هتحسي ان الدنيا خفيفة على قلبك. ان انت الاول مثلا لو عندك اكل عايزة تنقليه في حلل صغيرة تنقليه،
عشان يدوبك الحلل تبقى على الغسيل. هنا بقى شطفت المواعين زي ما شفتوا معايا، وقلت ادعك الحوض ده عشان يبقى نضيف، عشان لما اغسل فيه المواعين واحطها يدوبك على الشطيف يبقى الحوض نضيف. قلت اغسله لان طبعا مكان الاكل ومكان الاطباق ما كنت بشطفها، فكان محتاج ان هو يتغسل، فقلت اغسل الحوض. طبعا المواعين دي كلها اتشطفت مكان بواقي الاكل، يدوبك ان انا بقى اغسلهم كده بالسفنجة، ونعمل بقى شوية رغاوي حلوين كده للمواعين. طبعا انتوا عارفين بقى الجو حر، بيبقى غسيل المواعين ده كده بيطري على القلب. طبعا بقى لو انتي لسه جديدة معايا في القناة، مش عايزاكي تبخلي على اختك تدوسي على كلمة اشتراك، وتفعلي زر الجرس، وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك من اختك ام لولي كل جديد. والله يا حبايب قلبي انا يعني بستفيد وبخليكوا تستفيدوا معايا، ان انتوا يعني تتعلموا مني حاجة، يعني كده من ادينا بنتعلم من بعضينا. هنا طبعا بقى زي ما انتوا شايفين، بصوا المواعين كلها بقت رغاوي كده. والله صدقوني جربوا الحركة دي هتبقى كويس. انا الصراحة ما بعرفش اعمل الحركة دي عندي، عشان انا زي ما انتوا عارفين وبتشوفوا في الفيديوهات، انا الحوض عندي يا دوبك هو يعني مكان واحد، والمكان التاني اللي هو يعني الحتة اللي هي الحتة واحدة دي عليها البتاع بتاعت الصابون، وعليها الطبق بتاع السفنجة، وعليها صفاية المعالق. فبصراحة ما بعرفش اعمل كده يعني، فتلاقوني برضو اللي هو يعني بغسل الطبق اول باول، اللي هو اشطف واغسله اشطف واغسله، فاهمين؟ بس صدقوني الحركة دي بتبقى يعني اسهل. فلو انت عندك حوض يعني بحوضين، اعملي الحركة دي. ما عندكيش بحوضين بقى اعملي زي ما انا ما بعمل، اللي هو اشطف طبق واغسله اشطف طبق واغسله كده يعني. برضو دي كويسة ودي كويسة، بس اهم حركة ان احنا لما نجمع المواعين بتاعتنا كلها، ومثلا نوضب الاكل بتاعنا، اللي عايز يخش التلاجة ندخله، اللي لسه عايز يبرد نسيبه لغاية لما يبرد، الاكل مثلا اللي عايز يتسخن يتسخن، فاهميني؟ ونمسح البوتاجاز بتاعنا ونخلص الكلام ده كله. صدقوني بتبقى يعني سهلة. هنا طبعا حلة الملوخية حسيت ان هي عايزة تتنقع شوية عشان لما اجي اغسلها، عشان يعني الملوخية اللي ناشفة على الجوانب وكده زي ما انتوا شايفين يعني معايا. فقلت عقبال ما اغسل المعالق وكده اسيبها يعني املالها شوية مية تتنقع على ما اخلص دول يعني. هنا بقى قلت امسك المعالق كده زي ما انتوا شايفين، اغسلها بالمرة عشان اشطب بقى كله مرة واحدة يعني. عادي زي ما قلت لكم قبل كده يا حبايب قلبي، مش عيب ان انا اكون عند اختي ولا عند حماتي ولا عند مامتي ولا عند اي حد يعني، ولا عند حتى لو عند اخويا، عادي يعني ان انا اقف واغسل، مش عيب والله. يعني ان احنا نتعاون مع بعض ده بيبقى في حد ذاته حلو. يعني هما مثلا اخواتي الاتنين وقفوا عملوا الاكل، عادي انا اقف اغسل المواعين، فاهمين؟ حتى لو عندي برضو مثلا احنا متعودين على كده، اتنين يعملوا الاكل واحدة تغسل المواعين. إيه لو واحدة مثلا عملت الاكل وكانوا لسه الاتنين ما جوش مثلا العزومة، وجم ساعة الاكل، عادي الاتنين بيقفوا يغسلوا المواعين مع بعض كده. المشاركة حلوة يعني. المشاركة جميلة. قولولي بقى اتعزمتوا فين وكلتوا الفتة فين؟ احنا ما كلناش بقى فتة، هما بصراحة وقفوا عملوا لنا طاجن تورلي باللحمة، وعملوا لنا ملوخية. يعني قالوا يغيروا بقى، خلاص الناس زهقت من الفتة من اول يوم العيد، والناس كلها بتاكل فتة، والعزومات كلها كانت فتة في فتة. فهم قالوا بقى يغيروا، فاقترحوا بصراحة على بعضيهم. قالوا خلاص نعمل طاجن تورلي باللحمة، وبصراحة كان زي العسل. تسلم ايديكوا يا احلى اخوات في الدنيا. والله العظيم يا حبايب قلبي، مش عشان اكل اخواتي يعني فانا بشكر فيه وكده، لا بس بجد والله الاكل كان زي العسل، يستاهل بقكوا كلكوا يا حبايب قلب ام لولي. وقفوا والله العظيم وتعبوا، واقفين من اول النهار. عملوا لنا احلى طاجن تورلي باللحمه، وعملوا لنا ملوخيه كانت زي العسل زي العسل. تسلم ايديكم. وعملوا لنا بقى شويه رز بالشعريه، وعملوا لنا شوربه بلحمه. بس طبعا يعني ام يوسف ما كانش عندها وقت تصور لكم، وكمان عشان اختي قلت لكم قبل كده ان هي ما بتحبش التصوير وكده. فكانت واقفه معاها وبتعمل الاكل، فما رضيتش ان هي تضايقها يعني وتشغل الكاميرا وكده. فانا بقى قلت اقول لكم هما كانوا عازميننا على وعملوا لنا اكل بس هنا بقى انا خلاص خلصت الاطباق، وخلصت الازايز اللي كانت في الحوض، خلصت كل حاجة. قلت بقى امسك الحلة اغسلها. دي كانت حلة الرز، طبعا فضينا الرز في حلة صغيرة،
وقلت بقى امسك الحلة اغسلها، وبعد كده ايه نغسل الطاجن. صدقوني لو الفيديو كده عدى عليكم بسرعة وخلصته كده وفي غمضة عين، بس صدقوني الموضوع خد مني وقت جامد، لان يعني كان المواعين كانت كتير. انتوا اكيد عارفين العزام يعني في الوقت الطبيعي، يعني المواعين بتاعت الوقت الطبيعي بتبقى كتيرة، بس المواعين بتاعت العزام بتبقى صدقوني بتبقى اكتر وبتبقى فيها مجهود اكتر، لان طبعا بتبقى عدد الافراد كتير إيه كده يعني، فاهميني؟ فالموضوع بيبقى زيادة حبتين. دي طبعا بقى حلة الملوخية اتنقعت، فخلاص يعني كل حاجة ايه بتنزل تحت الحنفية، فاهميني؟ ما بقاش في حاجة لازقة فيها. هي كانت لازم تتنقع بصراحة، ما كانش ينفع ان انا اسيبها كده، كان لازم تتنقع الاول، عشان حتى لما اجي اغسلها بالسفنجة يعني ما فيش حاجة تلزق في السفنجة وكده. بصوا كله انا ايه بخليه تحت الحنفية كده يعني انا بحب كده الصراحة، بحب اغسل مواعيني على نظافة. بصوا ما خليتش فيها نقطة ملوخية في قلب الحلة بصراحة يعني. ليه؟ لان عشان ما تلزقش في السفنجة وكده، والسفنجة تتوسخ كده يعني. هنا بقى ايه خلاص يعتبر انا ما فاضليش بس الا الحله بتاعت اللحمه. دي طبعا هغسلها بقى وهوريكم المطبخ في الاخر بقى عامل ازاي. واستنوني بقى في فيديو جديد يا حبايب قلبي، وهستنى رايكم كلكم في الفيديو بتاع النهارده. ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الجميل. وشوفوا بقى فرق المطبخ من الاول للاخر. ولو وصلتوا معايا لحد هنا قولولي شاطره يا مولولي. وهنا بقى كان نهاية الفيديو بتاعنا، وباي باي حبايب قلبي.